السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعنا تاني مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. هنعمل معانا النهاردة التوست بتاع الشوفان، حاجة كده منتهى اللذاذة ومنتهى الشبع، ويعني حاجة مفيدة وفيها كل المميزات. بصراحة يعني تحفة، مشبع جدا وجميل وخفيف كده على المعدة. ونبدأ مع بعض المكونات ونقول بسم الله. معانا كوباية ونص من دقيق الشوفان المطحون، ومعايا علبة زبادي، ومعايا بيضاية، ومعايا كيس خميرة. كيس خميرة يعني معلقة كبيرة، لو انتوا هتستخدموا المعالق يبقى معلقة كبيرة من الخميرة. الخميرة بتاعتي انا هحط عليها معلقة صغيرة من السكر، واحط عليها حوالي ربع كوباية من المية السخنة، وهدوبهم مع بعض علشان بس اتأكد ان الخميرة شغالة. يعني اول ما هتبدأ تعمل فقاقيع وتعلى لفوق شوية، خلاص تمام، عشان بس العجينة بتاعتي ما تبص مني. هقلب معايا السكر مع الخميرة مع ربع كوباية مية دافية. هقلبهم مع بعض وهشيلهم دلوقتي على جنب، وهبدأ في بقية المكونات لحد ما الخميرة ان شاء الله تختمر شوية. هنقول بسم الله. اول حاجة هنزل البضاية بتاعتي، بضاية متوسطة بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش ساقعة يا جماعة، تكون مثلا خارجة من التلاجة من حوالي مثلا ساعة، عشان تبقى دافية كويسة. هحط عليها ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الملح فوق البضاية، وهضربها كويس قوي. عايزين في المرحلة دي تحطوا معلقة خل، مفيش أي مشكلة عشان تضيع الزفورة بتاعة البيض. هنزل بكوباية الزبادي وهخلط كويس جدا لحد لما تختفي. انا حطيت دلوقتي المعلقة الصغيرة من الخل علشان تضيع الزفورة بتاعة البيض، عشان ده حادق فطبعا مش هينفع احط عليه فانيليا. الخميرة بتاعتي لقيتها اختمرت ما شاء الله وشغالة، فنزلتها على البضاية والزبادي وربع كوباية الملح، اخلطهم كويس جدا مع بعض. وهبدأ انزل بالشوفان، كل نوع شوفان عن التاني طبعا بيختلف في كمية السوائل اللي بياخدها. فانا مش هنزل بالكوباية ونص مرة واحدة، انا هنزل تدريجي، بس هي الكمية اللي معايا خدت معايا كوباية ونص. انت انزلي تدريجي لحد لما تشوفي العجينة بتاعتك بالسمك اللي انا هوريهولك شوية كده. هنقلب المكونات مع بعض. طبعا هنجيب دلوقتي السباتيولا لان كده العجينه بتاعتنا بقت تقيله، مش هتمشي بالمضرب. هحاول بس اخلط المكونات مع بعض كويس، وخلي بالكم الشوفان بيشرب سوائل كميه اكبر من الدقيق الابيض بكتير جدا. انا هنزل عليهم بربع كوبايه من الميه الدافيه، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. بصوا ده الخليط، ده القوام بتاع الخليط. انا عايزاه يبقى اتقل من خليط الكيك شوية، يعني أتقل نسبيا من خليط الكيك. مش عايزة يبقى نفس خليط الكيك، لا أتقل شوية. هسيبه بس يستريح على جنب ربع ساعة. وبعدين مجهزة معايا قالب الانجليش كيك، دهنته كويس جدا بالزيت، وحطيت عليه في جواه ورقة زبدة كويس، علشان بس تحسبا ان الخليط بتاعي ما يلزقش معايا في الصينيه، وفي نفس الوقت لما اجي اطلعه هطلعه بمنتهى السهوله. بصوا يا جماعه، هو نازل عجينه تقيله، مش زي عجينه الكيك، اتقل من عجينه الكيك. هنبل بس الاسباتيولا كده ميه، وهنساوي الوش بتاعه، وهنسيبه يختمر مثلا نص ساعه، من تلت نص ساعة يختمر ان شاء الله بإذن الله. هغطيه وهسيبه يختمر نص ساعة. وبعد ما يختمر النص ساعة، بسم الله ما شاء الله، بصوا عالي وانتفخ وبقى جميل. هحط على وشه بقى اي منكهات، اي حبوب عندكم، اي حاجة انتوا تفضلوها حطوها. انا هرش حبة البركة والسمسم، دول بالنسبة لي كويسين. تعالوا بقى نشوف مع بعض طريقة التسوية. اول حاجة الفرن لازم يبقى سخن جدا على اعلى درجة حرارة. اعلى درجة حرارة عندك في الفرن شغلي عليها الفرن وسيبيه يسخن حوالي 10 دقايق. تمام. وبعد كده انت اول ما تبدأي تدخلي التوست بتاعك الفرن بعد ما تخمر حوالي من تلت النص ساعة، هتدخليه اول 10 دقايق على اعلى درجة حرارة. عشان اقول لكم انا برضو غلطة وقعت فيها عشان محدش يقع فيها. انا سبته 5 دقايق بس على اعلى درجة حرارة وقلقت عليه، فاللي حسيت ان هو منتفخش قوي من المنتصف. فاحسن حاجة ان انت تسيبيه 10 دقايق على اعلى درجة حرارة، وبعد كده توطي على درجة الحرارة لحد لما تبقى درجة حرارة متوسطة. لو 180 عندك متوسط يبقى تمام. وتسيبيه تلت ساعة كمان، يعني مدة التسوية كلها حوالي نص ساعة. أول 10 دقايق على درجة حرارة، وبعدين تلت ساعة على درجة حرارة متوسطة. بعد ما تطلعيه هتغطيه فوطة زي ما انتي شوفتي كده، تسيبيه بس 10 دقايق يهدى، مش أكتر ولا أقل. وبعدين بصوا ورقة الزبدة بتتشال من عليه بمنتهى السهولة. وتعالوا بقى نفتحه من جوه ونشوف الجمال. يعني حتى هو ما كانش عالي معايا قوي، بس من جوه كان مفرغ ومستوي، مفيهوش اي عجين. كان بصراحة جميل جدا وفي منتهى اللذاذة. ينفع جدا الفطار، ينفع تاخديه زي سناك في منتصف اليوم، ينفع تاخديه بالليل كوجبة من العشاء، واحدة او اتنين بيشبع جدا. وهو طبعا فيه مميزات كتير، والشوفان فيه ألياف عالية،
وكويس جدا للمرضى السكر، كويس جدا للي بيعمل دايت. فان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا، جميلة ومميزة وطعمها حلو جدا. طعم الشوفان برضو مش مزعج حاجة، ناس كتير تتقبلها. الناس اللي لسه بتغير من الدقيق العادي تبدأ تاكل الشوفان كويس مش وحش، وطعمه حلو يعني طعمه مقبول. وان شاء الله اللي لسه بقى ما عمليش لايك يا ريت تعملوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. واستنوني ان شاء الله. كنت معاكم لطيفه من قناه لطيفه. هقول لكم بس على اخر حاجه ان طريقه الحفظ بتاعته هوريكم دلوقتي. هتحطوا في علبه او كيس ترصوا بس بعد ما تقطعوا كله شرايح، بس تسيبه يهدى على الاقل يعني مثلا ساعه، وتاني يوم كمان يبقى افضل بكتير، هيتقطع معاكي شرايح رفيعه وهيبقى جميل جدا. تحطوا في علبه وتشيلوا الفريزر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.